تخيل انك عايش في مجتمع عادي، ليك حقوقك، عندك حياة، فجأة كل حاجة بتنهار وبتلاقي نفسك في نظام جديد قرر انك ملكية عامة، وانك دورك في الحياة مش بإيدك، وانك لو عارضت او حتى فكرت ترفض مصيرك يا اما الاعدام يا اما التعذيب يا اما النفي. الحياة اسوأ بكتير من الموت. ده بالظبط اللي بيحصل في رواية قصة الجارية، الرواية اللي بتاخدنا لجمهورية جلعاد، نظام ديكتاتوري ديني متطرف ظهر بعد انقلاب عسكري في امريكا، وقرر انه يرجع المجتمع لاصول دينية مشوهة بتحكم على الستات ان دورهم في الحياة هو الانجاب فقط. بسبب أزمة كبيرة في معدلات الإنجاب، النظام ده قرر يحول الستات اللي قادرة على الحمل إلى مورد للدولة، بقوا بيتسموا الجواري أو الخادمات، ووظيفتهم الوحيدة هي إنهم يخلفوا أطفال للقادة الكبار اللي زوجاتهم مش بيقدروا ينجبوا. البطلة أوفريد، وده مش اسمها الحقيقي، ده مجرد اسم معناه إنها ملك لفريد الراجل اللي بيمتلكها في النظام الجديد. أوفريد كانت ست عادية، عندها شغل، عندها جوزها وطفلها، وفجأة كل حاجة اتسحبت منها، بقت مجرد خادمة، يعني وظيفتها الوحيدة إنها تنجب طفل للقائد اللي تم تعيينها عنده. المصيبة هنا مش بس في فكرة الاستعباد الجسدي، المصيبة ان المجتمع كله مقتنع ان ده صح. الستات نفسهم بقوا جزء من النظام ده، في العمات اللي بيقوموا بإعادة برمجة الستات الجداد عشان يقبلوا مسارهم، وان اللي بيحصل ده إرادة الرب والاعتراض عليه خطيئة. وفي الزوجات اللي بدل ما يشوفوا الخادمات ضحايا بيتعاملوا مع الخادمات كأنهم مجرد أوعية للحمل. الرواية دي الرعب الحقيقي فيها هو القهر النفسي. القمع هنا مش بيعتمد على السلاح بس، بيعتمد على انك تخلي المظلوم يقتنع ان وضعه ده طبيعي، انك تعيش حياتك وانت مش ملك نفسك، ممنوع تقرا، ممنوع تكتب، ممنوع تحب، حتى الكلام مع غيرك محسوب عليك. اي محاولة للتمرد ممكن تنهي حياتك في ثانية، واي مشاعر انسانية جواك لازم تقتلها بنفسك عشان تعيش. بس اكتر حاجة بتخلي الرواية دي مرعبة انها مش مجرد خيال، لا، الاحساس بالقمع مش مجرد نتيجة للظروف، لكنه مرتبط بالطريقة اللي الانسان بيتم برمجته بيها. الست اللي اتولدت في نظام قمعي متعودة من البداية على ان حياتها ليها حدود معينة، مش هتحس بالظلم بنفس الطريقة اللي هتحس بيها الست اللي كانت حرة وفجأة لقت نفسها في نفس النظام. الفرق هنا في نقطة أساسية، الإدراك. اللي اتعودت على القواعد دي من البداية هتشوفها كأنها الطبيعي، لأن مفيش عندها مرجعية مختلفة تقارن بيها، فمش هتحس إنها مظلومة بنفس درجة اللي شافت الحرية قبل كده وفقدتها. زي حد اتولد في قفص متخيل إن العالم كله عبارة عن القضبان اللي حواليه، في حين إن اللي كان حر واتحبس هيحس بكل تفصيلة من القيد على إنها معاناة. هنا بقى بتظهر مشكلة خطيرة، لما القمع يبقى متجذر لدرجة إن الناس اللي عايشين فيه مش بيشوفوه على إنه مشكلة، ده بيخلي مقاومته أصعب بكتير، لأن اللي المفروض يكونوا ضده ممكن يبقوا أكتر ناس بيدافعوا عنه، مش لأنهم راضيين، لكن لأنهم مش متخيلين شكل مختلف أساسا للحياة. ومن هنا الرواية بتطرح سؤال، هل ممكن مجتمع كامل يتربى على فكرة معينة لدرجة انه يبطل يشوفها ظلم؟ هل ممكن الانسان يدافع عن القيود اللي بتسلب حريته لمجرد ان عمره ما عرف شكل الحياة من غيرها؟ الرواية مش بتحاول تقول ان الشر بيكسب بالقوة، هي بتحاول تقول ان الشر احيانا بينتصر لما ينجح يقنع الناس انه طبيعي. ولما الناس تنسى شكل الحرية ساعتها مش هيبقوا محتاجين سجون كتير، لان السجن هيبقى موجود جوه عقولهم. وده السبب اللي مخلي قصة الجارية واحدة من أهم روايات الديستوبيا في العصر الحديث، لأنها مش بتخوفك من وحش أو شبح، هي بتخوفك من فكرة، وفكرة واحدة بس لو الناس صدقتها بما فيه الكفاية ممكن تغير شكل مجتمع كامل. وده بيفسر ليه بعض المجتمعات بتقبل القيود على حقوق معينة وكأنها شيء طبيعي، في حين مجتمعات تانية بتشوف نفس القيود دي على إنها ظلم غير مقبول. الإدراك هو اللي بيحدد إحساس الإنسان بالقهر، مش القهر نفسه. سلام.